السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه؟ اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. آخر الشهر قرّب طبعًا وحابين كده نعمل وصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت على قد الإيد موجودة في كل بيت، ونبدأ ونقول بسم الله. وأول حاجة طبعًا نزلنا بالزيت، الوصفة دي هنعملها بزيت طبعًا مش محتاجين السمنة في حاجة، نبشر بصلاية أو نضربها في الكبة زي ما أنتم شايفين كده، عايزينها مفرومة ناعمة، وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من التوم. الوصفة دي طبعًا الأكلات الشعبية بتحب التوم طبعًا، إحنا مش هنشوحه جامد، يا دوب ريحة التوم والبصل هيطلع هننزل عليهم بالصلصة الجميلة اللي احنا مفرزينها مع بعض، وزي ما انتم شايفين لونها احمر وجميل. ادخلي على الفيديو ان شاء الله وشوفي الصلصة بتاعتنا اللي بيخليها باللون التحفة ده. يلا كده، وزي ما انتم شايفين نزلنا بالصلصة بتاعتنا وعليهم حبة مية وهنسيبهم يتسبكوا شوية، بحيث ان البصل بتاعنا لما يتسبك مع الطماطم يختفي في قلب الطماطم ان شاء الله، ما تحسيش باي بصل في التسبيكة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده كان عندي حبة بطاطس وحبة بتنجان، قطعتهم دوائر وقليتهم في القلاية بتاعتنا المنجزة الصراحة. وطقم الصواني اللي احنا شفناه مع بعض زي ما انتم شايفين حبيت اعمل فيه صينية المسقعة كده. وزي ما انتم شايفين رصيت البطاطس والبتنجان، وطبعًا مسكت بصلاية كده وشوّحتها وحطيتها كده أزيّن بيها صينية المسقعة بتاعتنا، وطبعًا فلفلاية خضرا عشان تدّي ريحة لصينية المسقعة. اللي موجود عندِك في التلاجة يالّا قطّعيه وحمّريه وحُطّي عليه الصلصة بتاعتنا اللي إحنا عملناها. وصفة بمنتهى السهولة مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، يا دوب هتسبّكي الصلصة بالطريقة اللي إحنا عملناها دي. وشيء أساسي ما تنسيش التوم بيدّي المسقعة ريحة تحفة الصراحة زي اللي بتاكليها في مطاعم الفلافل. وزي ما انتم شايفين حبيت اعمل كده صف بطاطس، صف بتنجان، صف بطاطس، وازين فوق الوش بالفلفل والبصل عشان يدينا شكل للصينية كده يفتح النفس بإذن الله. وزي ما انتم شايفين دي كانت وصفة النهاردة، وهنسيبها كده تتسبك مع بعض لحد ما البطاطس تاخد من طعم الصلصة الجميلة اللي احنا عملناها. وما تنسيش تحطي في التوابل كده ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وما ننساش اهم حاجة في الوصفة دي الكمون بيديها ريحة وطعم تحفة الصراحة. وزي ما انتم شايفين هنسيبها كده لحد ما تبدأ تتسبك وتتشرب الصلصة بتاعتنا، والمسقعة بتاعتك تاخد من طعم الصلصة وطعم البتنجان وطعم البطاطس. الصراحة وصفة هايلة وناجحة وسريعة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، يا دوب هتحمري البطاطس والبتنجان وتنزلي عليهم بالصلصة اللي احنا عملناهم مع بعض. ولو عندك بتنجان ممكن تشويه كده وتنزلي عليه بمعلقة طحينة ومعلقة توم وخل وعصرة ليمونة، وتتبليه كده بملح وفلفل اسود، وتبقي عملتي جنبهم حبة تحابيش كده. ويلا لو عجبتك أكلة النهاردة ما تنسناش باشتراك ولايك وخدي فكرة.